العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإثرية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. أصاب 16 مواطنا بفيروس كورونا. تخريج شباب من دورة تدريبية في هندسة الصوت. سيمينار في عصب عن وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراتها. بوتين يعلن شبه جزيرة القرم جزءا من روسيا إلى الأبد. رئيس البرتغال يعلن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. باريس تقول أن الاختلافات كبيرة مع لندن بخصوص صيد الأسماك. إلى التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم السبت في مراكز العزل والفحص بأقاليم الجنوب والأوسط وعنسبة أظهرت إصابة 16 مواطنا بكوفيد-19، وظهرت 11 إصابة في الإقليم الجنوبي، 3 في دبرو و3 في عدقالة و2 في مندفرة و2 في دك أمحاري و1 في ميمنة و4 إصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط وإصابة واحدة في كرم بإقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي 17 مريضا من كورونا، 13 من الإقليم الجنوبي و3 من الإقليم الأوسط و1 من إقليم القاشبركة، ووفاة مريض واحد يبلغ من العمر 80 عاما من الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد حتى الآن 6943، شفي منهم 6770، ووفاة 46 مريضا، فيما لا يزال 127 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 6 نوفمبر 2021. تلقى 22 شابا دورة تدريبية لسنة كاملة في هندسة الصوت في مؤسسة أودو فيجوال إريتريا في أسمرة. وأوضح مدير المؤسسة السيد مسجون زراعي في مناسبة التخريج في 5 نوفمبر أن المتخرجين قدموا من مختلف الوزارات والمؤسسات، معربا عن ثقته لعملهم بفعالية، مستفيدين من التأهيل المصحوب بالمعرفة والتقان المتطورة. وأكد المشاركون في التدريب على أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية المقدمة، وسيعملون لتطويرها بالعمل ونقلها إلى شريحة أوسع. قدم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية دبرو جائزة عند ماسو للطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2019-2020. وأوضح مسؤول الاتحاد في المديرية الشاب داويت مانجستاف في مناسبة توزيع الجائزة في 5 نوفمبر أن جائزة عند ماسو التي تقدم للطلاب المتفوقين في الإقليم الجنوبي بدأت في عام 2014 من خلال 14 طالبا، وأن عدد الطلاب الحائزين على الجائزة في ازدياد مستمر لروح المنافسة التي خلقتها الجائزة. وأشار إلى تقديم الدورات التدريبية المهنية إلى الطلاب إلى جانب تشجيع الطلاب المتفوقين. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة دورة تدريبية لشباب مديرية ميعين حول الإدارة والقيادة. وذكر مسؤول الاتحاد في المديرية السيد صالح ديني أن الدورة التدريبية التي استمرت ليومين وشارك فيها 28 شابا تضمنت الفكر الإداري والقيادي وأهمية التنظيم الجيد والتوثيق ودور القيادة في الإنتاجية. وأوضح مدير مديرية ميعين السيد أحمد عثمان أن وجود الرؤية والأهداف يسهل تخطي التحديات، داعيا الشباب لتوضيح الرؤية والأهداف وتقوية العمل القيادي والتنظيم. عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر سيمينارا في مدينة عصب حول التأثير الإيجابي والسلبي لوسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر المشرفون على السيمينار من رواد وسائل التواصل الاجتماعي مميزات وقصور مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى كونها منصات للتعرف بسهولة على الثقافة، فضلا عن كونها من وسائل تدمير التراث والثقافة وتشجيع السرقات والكذب ونشر محتويات تثير النزاعات والصراعات وهدر الوقت مما يتطلب الاستفادة الواعية. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر أن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، وعلى الشباب تجنب جانبها السلبي والاستفادة من الإيجابيات. سيداتي سادتي، نتوقف مع فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن شبه جزيرة القرم تعد جزءا من روسيا إلى الأبد، وذلك خلال احتفاله بيوم الوحدة الوطنية برحلة إلى القرم. وكانت روسيا قد ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014 في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي للكرملين في خطوة اعتبرتها الدول الغربية غير شرعية. وتفخر بوتين بالضم أثناء زيارة للمدينة التي تضم أسطول روسيا في البحر الأسود. أعلن الرئيس البرتغالي حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في 30 من يناير المقبل بعد رفض البرلمان مشروع حكومة الأقلية الاشتراكية للميزانية العامة للدولة. إعلان ريبيلو دي سوزا في كلمة متلفزة كان متوقعا على نطاق واسع، إذ قال في وقت سابق أن بلادي ستذهب إلى صناديق الاقتراع قبل عامين من الموعد المحدد إذا رفض البرلمان مشروع موازنة الدولة لعام 2022، وهو ما حدث الأسبوع الماضي. ورفض مجلس الجمهورية يوم 27 من أكتوبر مشروع الميزانية البرتغالية للعام المقبل، حيث عرض الحزب الشيوعي البرتغالي وكتلة اليساريين مبادرة الحكومة، وعرضا عدة مطالب بينها إجراء إصلاحات في قطاع الرعاية الصحية وزيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور. اتفقت بريطانيا وفرنسا على عقد مزيد من المحادثات الأسبوع المقبل لحل الخلاف بشأن حقوق الصيد الذي هدد بالتحول إلى حرب تجارية ما بعد بريكسيت. ورغم عدم صدور أي مؤشرات على حدوث اختراق بعدما التقى الوزير البريطاني المكلف بشؤون بريكسيت ديفيد فروس بسكرتير الدولة الفرنسي المكلف بالشؤون الأوروبية كليمان بون في باريس، إلا أن الرغبة في مواصلة المحادثات تدل على اهتمام الطرفين بالحوار. وفاقم النزاع بشأن حقوق الصيد ما بعد بريكسيت التوتر القائم أساسا بين باريس ولندن بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كاد يتحول إلى حرب تجارية شاملة. أظهرت بيانات طبية لأول مرة أن لقاح فيروس سرطان عنق الرحم يخفض حالات الإصابة بنسبة 90% تقريبا. ووصفت مؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا النتائج بأنها تاريخية، وقالت أنها أظهرت أن اللقاح ينقذ الأرواح. وتنشأ جميع أنواع سرطانات عنق الرحم تقريبا المعروفة باسم الورم الحليمي عن الفيروسات، وهناك أمل في أن يقضي التطعيم على المرض تقريبا. وقال الباحثون أن نجاح اللقاح يعني أن من تلقوا التطعيم قد يحتاجون إلى اختبارات أقل من غيرهم لعنق الرحم. ويعطى اللقاح للفتيات بين السن 11 و13 عاما اعتمادا على المكان الذي يعيشن فيه، ويقدم اللقاح أيضا إلى الأولاد منذ عام 2019. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، لكن قبل أن نودعكم إليكم أبرز ما جاء فيها. إصابة 16 مواطن بكوفيد 19.
تخريج شباب من دورة تدريبية في هندسة الصوت. سيمينار في عصب عن وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيراته. بوتين يعلن شبه جزيرة القرم جزءا من روسيا إلى الأبد. رئيس البرتغال يعلن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. باريس تقول أن الاختلافات كبيرة مع لندن بخصوص صيد الأسماك. في أمان الله وحفظه.